السلام عليكم أحبتي. اليوم جيت نشارككم طبق دولمة سردين أو كريات سردين بالصلصة الحمراء. يوجد في ظرف قياسي وسهل وبنين ويساعد المرأة العاملة أو اللي عندها ضيق في الوقت أو اللي كانت برا وجات مزروبة وبغيت توجد طبق مليح بسرعة. رانا في موسم السردين وراها في متناول الجميع، قادرة ب50,000 ديري فيها فطور شباب وخفيف وما يشدش بزاف الطياب. نبداو على بركة الله. نحتاجو حبتين من عصير طماطم الطازجة، تكون سبيسيال تاع لاصوص، نحولها القشرة الخارجية تاعها ونديروها في الميكسور ولا في البلندر، تتميكسا بيان حتى تولي لنا كومي بيوري. نحتاجو كمية من السردين المغسول المنقي مشوك ومن العظمة اللي يجي في ظهره، لازم يكون فقط اللحم. عندنا نحتاجو ملعقتين من أرز مغسول جيدا، عندنا ملح، فلفل، كمون، قزبر مطحون، قزبر أخضر مفروم، ثوم، نعناع مجفف وأكدوا لي عليه. بالنسبة لتوابل الصلصة نحتاجو ملح، فلفل، ثوم، فلفل أحمر، رند، هذا واش نحتاجو. واللي يبغي يدير الهريسة يزيد يدير الهريسة ولا يدير التوابل أخرى يبغيها، مي أنا تبالي هكا خير مع ورق رند، تبالي بلي المرقة تاع لاصوص غادي تجي بنينة. في مقلة نحطو الزيت ونحطو معه الثوم الطماطم المطحونة جيدا ونضيفو شوية ماء والتوابل وملعقة من معجون الطماطم. أنا زدت معجون طماطم مصنوع في البيت، نتوما تبغوا ديروا معجون تاع العلب ديروه. نخلوها طيب على نار متوسطة في هذاك لو طون اللي راه يطيب لي فيه. انا نروح نوجد كريات السردين في صحن عميق، نحطو السردين، الارز، الكمون، الفلفل، الملح، الثوم، القزبر المطحون، القزبر الاخضر المقطع والنعناع اليابس، ونخلط كلش مع بعض. نبداو نشكلو في السردين كريات ونحطوهم مباشرة في لاصوص، نخليوهم يطيبوا من 15 إلى 20 دقيقة. نتعاملوا مع كريات غير بشوية باش ما يتخسرش شكلهم في الطياب. قليت شوية بطاطا مع سلطة الله الله بالزيتون مقشر. إلا وصلتوا هنايا نتمنى باش ديروا لي ابوني وجيم وبارطاج وتعليق خفيف ظريف من عندكم. نستناكم باش تزيدوا تشجعوني اذا كان المحتوى تاعي اللي نحط فيه راه يساعد فيكم، وشكرا.